السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كود بالعقل. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أنواع الداتا بشكل مبسط، واتكلمنا عن الانتجر والسترينج والفلوت والبوليان، وفهمنا طريقة التعامل معاه. في الحلقة دي هنتعمق أكتر في السترينج وننفذ عليه الميثودز اللي بتتعامل معاه، ودي حاجة زي تعديلات بننفذها على السترينج. وعشان السترينج ده حاجة مهمة جدا في بايثون، فهي موفرة لنا مجموعة كبيرة جدا من الميثودز اللي بتخليك تتحكم في النص أو تعدله من غير ما تكتب كود معقد. يلا بينا على حلقة النهاردة. زي ما اتفقنا إن الميثود دي اللي بننفذها على السترينج عشان نطبق بيها حاجات زي نعدل أو نضيف على السترينج ده. وعشان كده أول ميثود معانا وهي الأبر، ودي بتحول كل الحروف السمول لحروف كابيتال. يعني مثلا عندي مثال تكست وليكن مثلا تساوي بايثون. هنا أنا كاتب كلمة بايثون بحروف سمول. طب أنا لو عايز أحولها لحروف كابيتال أستخدم دالة الأبر، ودي بنستخدمها كالتالي: ممكن نحفظها في متغير جديد، وممكن ننفذ عليها الطباعة على طول، زي مثلا print text dot upper. هنا لو جيت عملت رن للبرنامج هيطبع لي حروف بايثون كابيتال زي ما انتم شايفين كده، بايثون كلها كابيتال. طب انا عاوز احفظها في متغير الاول وبعد كده اطبعها. ده سهل جدا، باجي اكتب مثلا text وليكن 1 يساوي text dot upper، واتفقنا ان اي داله بيكون لها قوسين اتنين. نيجي نعمل برنت هنا text 1. كده بقى اقدر استخدم المتغير ده في اي حاجه بعدين. اما لو حبيت انفذ عليها امر الطباعه على طول فده مش مشكله. مثال تاني عندي وهو مثلا نكتب اي كلمه تاني وليكن محمد، ننفذ عليها البرنت على طول نيم دوت ابر، وهنا طبع لي حروف محمد كلها كابيتال. ودي اول داله معانا وهي داله الابر. تاني داله معانا وهي عكس الابر وهي اللور، بتحول لي الحروف الكابيتال لحروف سمول. تكست مثلا يساوي بايثون. مش لازم كل الكلمه يكون حروفها كابيتال، يعني هي بتشوف الحرف الكابيتال وتقلبه، لو مش كابيتال خلاص بتسيبه. ونفس الكلام على الابر، كابيتال خلاص بتسيبه، مش كابيتال بتقلبه. احفظها بمتغير تاني يساوي تكست دوت لور واعمل لها برنت، اعمل رن للبرنامج. زي ما انتم شايفين كده يطلع معايا بايثون كلها سمول. نجرب مثلا نكتب في كلمة حروف كابيتال وحروف سمول ونشوف دالة اللور هتعمل معانا ايه. زي ما انتم شايفين كده ننفذ عليها البرنت على طول، نعمل رن. وهنا حول معانا الام برضو كل الكلمة لحروف سمول. ودي تاني دالة معانا وهي دالة اللور. تالت دالة معانا وهي دالة الستريب، ودي بتحذف المسافات الموجودة في المتغير. طب انت دلوقتي هتيجي تقول لي ايه فايدة مثلا الابر واللور والكلام ده؟ دي بنستخدمها في المقارنات. يعني مثلا بيكون المستخدم مدخل كلمة كابيتال كلمة سمول وانت مش عارف تحدد الشرط اللي انت هتحطه اللي احنا هنعرفه فيما بعد، فانت بتحول الكلمة كلها مثلا لأبر او تريح دماغك او لور وتريح دماغك عشان ما يحصلش ايرور في البرنامج بعد كده. وهنا الستريب برضو مثلا تكست يساوي، عملت مسافة كبيرة مثلا هاي مثلا ومسافة بعدها. دلوقتي انا لو جيت عملت برنت هيحسب لي المسافات دي، هيخزنها معايا زي ما انتم شايفين كده. حسب لي المسافات، جاب لي المسافة كلها. طب انا عايز احسب المسافة ديت اعمل ايه؟ باجي هنا احفظها في متغير جديد مثلا بيساوي تكست دوت ستريب، ونصحح دي عشان نطبعها. زي ما انتم شايفين كده حذف لي المسافات كلها اللي موجودة هنا وهنا. نشوف مثال ننفذ عليه الطباعة على طول. المسافات بتاعتي وعندي مسافة هنا برنت نيم دوت ستريب. زي ما انتم شايفين كده حذف لي المسافات برضو الموجودة عندي في المتغير اللي اسمه نيم. ودي مهمة جدا عشان المدخلات اللي بناخدها من اليوزر لو فيها مسافات او كده وانا مش عامل حسابي على المسافات دي، او حبيت اعد مثلا عدد حروف الكلمة او الكلام اللي احنا هنعرفه بعدين، فده بيأثر معايا لانه بيحسب المسافات دي. رابع ده اللي عندي وهي السبليت. السبليت دي بتقسم النص الليست بناء على فاصل بنعمله او بحدده انا. مثلا عندي تكست يساوي احمد محمد علي، حابب دلوقتي احولها من السترنج ان انا اخليها ليست. هعمل فيها التالي: احفظها في متغير جديد يساوي تكست دوت سبليت. دلوقتي انا لو جيت عملت برنت للنيم هيطلع معايا ليست،
مش هيطلع معايا string زي ما انتم شايفين كده او نص. الليست دي هنفهمها بعدين، بس انا بوضح لك فكرة السبليت بتعمل ايه. وبتكتب هنا في القوسين دول الحاجة اللي انت عايز تقسم النص من عندها. يعني انا مثلا عايز اقسم النص من عند الفواصل اللي انا عاملها دي، بعمل له دبل كوتيشن واحط له الفاصلة. كده بقول له عند كل فاصلة قسم لي النص بتاعي لثلاث اجزاء. اعمل برنت واشوف الدنيا هتطلع معايا ازاي. زي ما انتم شايفين كده طبع لي احمد وعمل فاصلة، ومحمد وعمل فاصلة، وبعد كده علي. وده شكل الليست بيكون معايا عامل كده. ناخد مثال تاني مثلا ونخليه يقسم لي النص على حسب المسافات اللي انا هعملها. احمد مسافة، محمد مسافة، علي. بكتب التالي: نيم بيساوي تكست دوت سبريت، القوسين بتوعي والدبل كوتيشن. لما انا كنت حابب اقسمها من عند الكومة بتاعتي كنت بحطها ما بين الدبل كوتيشن. طب انا دلوقتي عايز اقسمها على حسب المسافات، هحط بين الدبل كوتيشن ايه؟ اكيد هحط المسافة بتاعتي واعمل الطباعة بتاعتي عادي جدا. زي ما انتم شايفين كده مفيش فرق بينها وبين الاولى، وعمل لي المسافات بتاعتي وكل حاجة مظبوطة. خامس دالة معايا وهي الريبليس، ودي بنغير بيها او نبدل جزء بجزء على حسب ما انا حابب. ممكن ابدل كلمة، ابدل نص. الحاجة اللي انا عايز ابدلها بكتبها في القوسين بتوعي. يعني على سبيل المثال تكست يساوي I love جافا مثلا. عايز ابدل كلمة جافا دي ببايثون، بعمل التالي: احفظها في متغير جديد تكست 1 تكست دوت، ببدل يعني ريبليس. هنلاقي برضو عندنا دالة ريبليس. وزي ما اتفقنا ان بايثون قريبه من اللغه الطبيعيه اللي احنا بنتكلمها، فانت عندك هتلاقي كل الميثودز اللي احنا بنستخدمها تلاقيها قريبه اصلا من الحاجه اللي هي بتنفذها. فبكتب دبل كوتيشن بتوعي عايز اغير ايه؟ كلمه جافا. بكتب الكلمه اللي انا عايز اغيرها الاول، جافا، وبعد كده فاصله، دبل كوتيشن، بايثون. واجي مثلا اعمل برنت لتكست. هنا بدل لي كلمه جافا بكلمة بايثون. طب أنا عاوز أغير ضمير أي بضمير هي مثلا، حابب مثلا أنفذ البرنت على طول من غير ما أعمل متغير زي ده كده. فأنا هشيل الأي دي وأحط مكانها هي. هيبقى عندي التالي: برنت تكست دوت ريبليس الأي بتاعتي اللي أنا عايز أبدلها، وأحط مكانها ضمير هي مثلا. وهنا طلع معايا هي لاف جافا. هو ساب لي جافا عشان أنا ما غيرتهاش في البرنت هنا، انا غيرتها بس في البرنت الاولى. سادس حاجه معايا واخر حاجه وهي الكون، ودي بنحسب بيها عدد تكرار حرف. يعني انا مثلا عندي تكست يساوي، وحابب اشوف الايه عندي متكرره كم مره، بعمل لها برنت تكست دوت كون. وانا بدور على الايه يعني هكتب جواها دبل كوتيشن ايه، اعمل برنت هي متكرره عندي 3 مرات، هيطلع لي هنا 3. طب لو مثلا مش موجوده عندي زي المثال ده كده، هيطلع لي عندي صفر، انها مش متكرره خالص. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. طبعا دي مش كل الميثود اللي بنطبقها على السترنج لانهم كتير جدا، بس انا فهمتك الفكره وفهمتك احنا بنستخدم الميثود ازاي. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الليست بشكل مفصل وازاي بنتعامل معاها ونستخدمها. اشوفكم في الحلقه الجايه، وسلام عليكم.